اكبر اشتغالة في مصر. حضرتك لما بتشتري الاضافة وبترميها في تانك البنزين وبتنتظر منها نتيجة، واذ فجأة ما بتلاقيش منها نتيجة. بص يا سيدي الفاضل، كل اضافات البنزين اللي حضرتك بتستخدمها او بتحطها في عربيتك هي اشتغالة، لانه اضافات البنزين دي كلها بتعتمد على مادة اسمها او مجموعة مواد اسمها السولفنت. بكل بساطة الاضافة دي بمجرد ما بتتحط في التانك تبدأ الإضافة دي إنها تختلط مع البنزين، تمشي مع البنزين في اللاين أو في الخط بتاع الوقود، ومنها إلى الرشاشات. يبدأ الرشاش يفتح علشان يرمي البنزين ومع الإضافة، علشان الاتنين يدخلوا فين؟ جوه غرفة الاحتراق. اللي بيحصل هنا بقى إنه الإضافة بمجرد ما بتستشعر الحرارة العالية بتاعة غرف الاحتراق بتتلاشى، بتتبخر، ما بيكونش لها وجود أصلاً. كل اللي بيخش الغرفة هو البنزين بس. وده السبب اللي بيخلي حضرتك بمجرد ما بتستخدم الإضافة بتنتظر ساعة، 2، 10 يوم، 2 أسبوع، وما بتلاقيش نتيجة، لأنه الإضافات دي اعتمدت في استخدامها أو في تصنيعها على مواد اسمها سولفنت، مواد منظفة عامة. ده مش كلامي، دي أبحاث اتعملت من 2020 أو من 2021 في أكتر من جامعة عن الأديتيفز أو عن مواد إضافات الوقود المستخدمة في محركات السيارات. لقينا إنه في أديتيفز أو مجموعة من الإضافات في مجموعة قليلة جدا من الشركات هي دي اللي افكتيف، هي دي اللي ليها تأثير حقيقي. ليه؟ هل الإضافة دي فيها سحر؟ لا، مش فيها سحر ولا حاجة، بس فيها مادة اسمها PEA. المادة دي بكل بساطة هي المفتاح السحري لدخول الأديتيف أو الإضافة لغرفة الاحتراق. هي دي السر اللي بيخلي الإضافة تتحمل حرارة غرفة الاحتراق. هي دي السر اللي بيخلي الإضافة دي تعمل تفكيك حقيقي للكربون ديبوزيتس أو للتكتلات الكربونية اللي موجودة جوه غرف الاحتراق. هي دي السر اللي بيخلي حضرتك تستشعر بفرق حقيقي بعد استخدام الإضافة دي. طيب ليه أنا بقى كنت وما زلت مصمم ومصر على استخدام إضافة ال20G 8 في 1 من ريزويل؟ لأن دي واحدة من الإضافات اللي تتعدى على الصوابع في مصر اللي فيها مادة PEA. خلاص شكرا، دي واحدة من الإضافات القليلة في مصر اللي يتعدوا على الصوابع، اللي معاها كارت الدخول لغرفة الاحتراق علشان تعمل تفكيك حقيقي وفعال للكربون ديبوزيتس اللي موجودة جوه غرفة الاحتراق او الاجزاء الكربونيه اللي موجوده جوه غرفه الاحتراق. دي واحده من الاضافات اللي معدوده على الصوابع في مصر، اللي انا بجد بحس بفرق فعال وحقيقي مش وهمي بعد ما بستخدمها. لو حضرتك بصيت على الداتا شيت بتاعه ال20G من ريزويل 8 في 1 هتلاقي انها تحتوي على ماده PEA. ولو حضرتك اصلا ورا مني دخلت راجعت عن الماده دي او بحثت عنها هتشوف عنها بلاوي، هتشوف بنفسك قد ايه وجود الماده دي في الاديتيف بتاعه البنزين او في الاديتيف بتاعه محرك العربيه امر لا غنى عنه.